فكرة إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من أول مولده الشريف لحد المرحلة دي إن هو عنده 6 سنين، مرحلة صعبة جدا في حياة الإنسان، فيها بتبنى الشخصية، وفيها الإنسان بيبقى محتاج للرعاية والحب والحنية والاحتواء والاحتضان وغيره. وسيدنا النبي يحرم من كل ده، أم وأب. أبوه يموت وهو لسه في بطن أمه، وبعد كده يتحرم من أمه وعنده 6 سنين وما يعيش أصلا معاها. ظروف حياتها صعبة جدا، ومع ذلك يعيشها سيدنا النبي، وربنا يقول له ايه؟ ألم يجدك يتيما فآوى. الكلام وإن كان لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هو في الحقيقة هو لكل واحد مننا فقد شيء. الله كريم سبحانه وتعالى، ويرسل الناس للناس رحمات. يعني الرحمة اللي ربنا حطها في قلب السيدة حليمة السعدية دي رحمة من الله وجند من جنود الله. ربنا سبحانه وتعالى يضع في قلبها الرحمة علشان تاخده وهو طفل صغير وتحبه الحب ده ويبدأ يعيش معاها. ده جند من جنود الله، ربنا يرعاه عن طريق بشر، ينزل محبته في قلب جده عبد المطلب علشان يفضل عايش معاه مصان ويفضل يحن عليه، حتى وإن كان فقد الأم والأب، لكن في ناس تانية حنين عليه. ربنا سبحانه وتعالى بيعطي البدائل. الأم والأب مش بيتعوضوا، بس في بدائل فيها رحمة تانية ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها، وممكن ما يبعتهاش لواحد عنده أم وأب. ممكن واحدة تبقى فقدت حد غالي جدا جدا عليها، لكن عندها لازم يكون في بديل. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيربي وهو اللي بيعلم وهو اللي بيرعى. كل دي أمور ربنا عز وجل هو اللي بيتكفل بيها. يعني حتى لما احنا بنشعر بالاحتواء من الأم والأب، ده برضو جند من جنود الله. ربنا لما بيحط في قلب الأم الحب ده كله ليه؟ عشان محدش يقدر يتحمل طفل إلا بالدرجة دي من المحبة. دي ما بتنامش طول الليل، دي بتتعرض لألم أثناء ولادته رهيب جدا، بتشوف الموت بعينيها. مفيش ألم زي ألم الولادة، ولا في ألم زي ألم الحمل. عايشة انت شايلة 9 شهور ماشية رايحة جاية بيهم، ده الواحد هو شايل شيلة ورايح بيها مكان بيتعب. فمين اللي يقدر يتحمل كل ده؟ ولحد ما الطفل ده بيتولد الأم بتبقى عانت معاناة شديدة جدا، ومع ذلك حبيب قلبها مستحيل تتحمل عليه شيء. يتولد الطفل ده لا حول له ولا قوة، لو مسكتيه موتيه محدش يحس بيه، ولا هو هيقدر يدافع عن نفسه. ومع ذلك ربنا يحط في قلب الأم المحبة الرهيبة دي عشان تتحمل اللي هتعانيه معاه. مش هتنام بالأيام، هتتعرض لمواقف قد تكون مقززة وهي بتغير له لبسه أو كذا، ومع ذلك كل ده مش هيجي إلا بمحبة رهيبة ربنا يحطها في قلب الأم. فكل دي جنود من جنود الله، ربنا سبحانه وتعالى بيحفظنا وبيرعانا بيها. ربنا عز وجل حفظ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق المحبة اللي حطها في قلوب الناس حواليه، وهكذا عشان احنا نتعلم. ممكن نعيش فاقدين لأشياء، لكن الله سبحانه وتعالى يعوض في أشياء تانية بديلة ومهمة جدا.